السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب في كل مكان؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما في كل مكان. بداية اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنا وكل من بيتابعني وبيشاهدني الآن يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. طيب، في حاجات صغيرة جدا، حاجات نقدر نعملها في ثواني، لكن ممكن تكون سبب في راحة نفسية كبيرة وبركة في حياتنا. حاجات مهجورة محدش بيتكلم عنها، لكنها كانت سر السعادة عند الصحابة. النهاردة هقول لك على سنن نبوية بسيطة جدا، لو جربتها بإذن الله هتحس بفرق رهيب في حياتك. يلا نبدأ. ليه السنن دي مهمة؟ طيب، قبل ما نبدأ خليني اقول لك ليه السنن دي مهمة. مش اي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام كان بيعملها كانت مجرد عادة. كل حركة وكل تصرف وكل سنة كان وراها حكمة، مش بس في الدين، كمان في الصحة، في النفسية، وفي الحياة اليومية. والعلم الحديث كمان أثبت ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. طبعا رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. طيب، يعني مش بس بتاخد حسنات، انت بتقرب من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل ما بتحيي سنة كل ما بتحس بالراحة والبركة في حياتك. طيب، السنن اللي لازم تبدأ بيها فورا. طبعا مش لازم تبدأ بيها فورا، يعني مش الموضوع مش لا السنن اللي هقول لك على كام سنة. تمام، اتمنى ان شاء الله انا التزم بيهم وحضراتكم تلتزموا بيهم. سنة الاستيقاظ على ذكر الله. عارف اول لحظة تصحى من النوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام اول حاجة كان بيعملها انه يذكر ربنا. ما كانش يقوم على طول، لا، كان بياخد لحظة يستوعب ويفتكر انه يوم جديد بدأ بفضل الله. طيب، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. طب إيه الفايدة؟ بتبدأ يومك بشكر ربنا، فاليوم كله كده بيبقى فيه بركة. العلماء طبعا بيقولوا ان اول فكرة بتيجي في دماغك الصبح بتأثر على حالتك النفسية طول اليوم، فلو بدأت بذكر الله يومك كله هيكون هادي ومبارك بإذن الله. سنة النوم على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إنك لو نمت على وضوء روحك بتفضل في ذكر طول الليل حتى وانت نايم، حسنات بتنزل في ميزانك كده من غير ما بتعمل حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك اللي هو المكان اللي بتنام فيه فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. رواه البخاري. طبعا انا بقول لك رواه البخاري، يعني رواه البخاري ومسلم، يعني ده قوي، يعني ده صحيح ما فيهوش فيه كلام طبعا، عشان فيها احاديث ضعيفه، فانا عايزك برضو تفرق في النقطه ديت. طيب، ايه الفايده؟ نومك بيكون اريح وبتصحى منتعش، بتحس براحه نفسيه وتبعد عن الكوابيس، بتفضل في ذكر الله حتى وانت نايم. طيب، سنه السواك قبل النوم وبعد الاكل. اتمنى كتير يكونوا بيعملها. النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام كان يستخدم السواك دايما، مش بس عشان ينظف اسنانه، لكن لانه عباده، وكمان فوائده الطبيه عظيمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. رواه البخاري ومسلم. ايه الفايدة؟ طبعا عارفين طبعا السواك بيقتل البكتيريا في الفم، بيمنع التسوس وبيقوي اللثة، بيخلي النفس ريحته حلوة. سنة عدم النفخ في الاكل او الشرب. طبعا احنا متعودين ننفخ في الشاي او الاكل اللي هو بيكون سخن، بس النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام نهى عن ده. وسبحان الله، العلماء اكتشفوا ان النفخ ممكن يخلي الاكل او الشرب دوت مليان بكتيريا ضارة. طبعا اللي مذاكرين احياء يجمعوا هنا كده
حضرتك اللي بتطلعه من بقك ده ثاني اكسيد الكربون، فثاني اكسيد الكربون لما بيتفاعل مع حاجه كده مع الاكل فبيعمل مواد ضاره، فسبحان الله يعني سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عن ابي بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، رواه البخاري ومسلم. طيب لو قلت لك ان ليه ده خطر؟ النفخ بينقل الجراثيم من الفم للاكل، وبعض الدراسات اثبتت ان ثاني اكسيد الكربون اللي بيخرج من النفس بيتفاعل مع السائل، وده ممكن يسبب مشاكل صحيه. طيب نخش على اللي بعد كده، سنة لعق الأصابع بعد الأكل. طبعا لما تشوف واحد إيه بعد ما بياكل راح الحاجة دي حاجة يعني. طب عارف لما تاكل أكلة أنت يعني عارف لما تاكل أكلة لذيذة وتلاقي ناس بتلحس صوابعها؟ ما تستغربش، دي سنة نبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يديه حتى يلعقها أو يلعقها، رواه البخاري ومسلم. طب إيه الفايدة؟ البركة في آخر اللقمة ممكن تكون فيها الخير كله. العلماء بيقولوا إن اللعاب فيه إنزيمات هاضمة، ولما بتلحس صوابعك ده بيساعد في الهضم. سبحان الله. سنة السلام على الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام كان يسلم على الأطفال بنفسه. شوف الأطفال، وده كان بيخليهم طبعا يحسوا بالحب والقيمة. عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، رواه البخاري ومسلم. طب إيه الفايدة؟ تخيل كده بتسلم على طفل كده وتضحك له، يعني هيعمل معاك إيه؟ طبعا بتكسب قلوب الناس بسهولة. الأطفال اللي بتتعامل كده بتطلع عندها ثقة في النفس. سبحان الله. سنة إطفاء النار قبل النوم. عارف زمان لما أهالينا كانوا يطفوا النور والشموع قبل ما يناموا؟ ده مش مجرد عادة يعني كانوا بيعملوها، دي سنة نبوية وكمان حماية للبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، رواه البخاري ومسلم. ليه مهم دوت؟ بيحمي البيت من الحريق. لما تبقى في نار كده شغالة وانت بتطفيها بالمتان فطبعا بيحمي البيت من الحريق، بيمنع دخول الحشرات والطفيلات للأكل اللي هو الطعام. فما تسيبش طعام غطا أكل مفتوح قبل ما تنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى على الرسول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. سنة التبسم في وجه الآخرين. تخيل انك تاخد حسنات لمجرد انك بتبتسم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام كان وجهه بشوش دايما، وكان بيقول ان الابتسامة في حد ذاتها صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه اخيك صدقة، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. طيب ايه الفايدة؟ بتقربك من الناس وبتخلي اللي قدامك يرتاح لك. كمان العلم أثبت إن الابتسامة بتفرز هرمونات السعادة وبتقلل التوتر، وكمان في الدين بتاخد عليها أجر كأنك تصدقت. إيه حجتك؟ طيب نيجي لسنة الجلوس عند الأكل. عارف ناس كتير بتاكل وهي واقفة، مش ناس كتير بس بشوف ناس بتعمل كده. طيب ناس بتاكل وهي واقفة وهي ماشية كمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام كان دايما بياكل وهو قاعد، وده مش بس احتراما للأكل لكن كمان صحي أكتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يأكلن أحدكم وهو قائم ولكن ليجلس، رواه مسلم. العلماء طبعا اكتشفوا ان الاكل وانت واقف بيخلي المعدة ما تشتغلش بكفاءة، وده ممكن يسبب عسر هضم. الجلوس اثناء الاكل بيخليك تاكل ببطء
بتشبع كمان اسرع، وده مفيد للصحه. ايام على فكره ايام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ما كانش فيه طب زي ما احنا دلوقتي يعني طبعا يعني، فمين كان عارف الكلام ده؟ طيب خش على سنه قول بسم الله عند دخول البيت او بتسلم على البيت. عارف انك ممكن تحمي بيتك من الشياطين بكلمه واحده؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اننا اول ما ندخل البيت نقول بسم الله عشان الشياطين ما تدخلش معانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام: اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. رواه مسلم. طيب ايه الفايده؟ طبعا بتحمي بيتك واهلك من اي شر، بتحس ان البيت فيه طمأنينة وراحة نفسية، كمان بتحسسك بقيمة ان بيتك مكان للعبادة مش بس للسكن. سنة تنظيف الفراش قبل النوم. احنا بننام على السرير كل يوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام علمنا حاجة ناس كتير بتنسى تعملها وانا كمان، وهي انك تنظف الفراش قبل ما تنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام: تنفض الفراش قبل ما تنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام: اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفضه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه. رواه البخاري ومسلم. ايه الفايدة؟ ممكن يكون في تراب او حشرات صغيرة انت مش شايفها، بتحسسك بنوع كمان بتحسسك بنوع من الطهارة والنظافة قبل النوم، بتحافظ على صحتك وبتبعد عنك اي اذى ممكن يكون على السرير. فطبعا برضو اللي مذاكرين الاحياء يعني انتوا عارفين ان في بكتيريا كتير احنا مش بنشوفها، فيعني نظف الفراش ارجوك. طيب سنة صيام الايام البيض. طيب صيام رمضان فرض عارفين. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام كان بيصوم 3 ايام من كل شهر، وده كان بيحسسه بخفه وراحه نفسيه غير عاديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام: صوم 3 ايام من كل شهر صوم الدهر كله. اللي يصوم 3 ايام من كل شهر كأنه صوم الدهر كله. طب ايه الفايدة؟ اولا الصيام بيحسن الجهاز الهضمي وبيقلل الالتهابات في الجسم وبيزود التركيز وبيحسن الحالة النفسية. كمان في الاجر انت كأنك صايم طول السنة واخذت الاجر الصيام كله بتاع السنة كلها. وانا اتمنى يا رب ان كل ده واحد يعمله. اتمنى ان كل ده يتطبق عليا بالحرف الواحد يعني. سنة رد السلام بأحسن منه. السلام عليكم كلمة بنقولها كل يوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام علمنا إننا لازم نرد بأحسن منها، مش بس نقولها وخلاص. وكمان قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. سورة النساء الآية 86. طيب ايه الفايدة؟ بتكسب قلوب الناس وبتخلي علاقات بينك وبينهم قوية. كمان السلام بيزيد المحبة وبيحسسك بطاقة إيجابية غريبة، وكل مرة بتسلم بتاخد حسنات. طيب سنة استخدام اليد اليمنى في كل شيء. تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام كان بيستخدم ايديه اليمين في الاكل والشرب واللبس وكل حاجه طيبه. دي مش مجرد عاده، دي سنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم. ايه الفايدة؟ بتميز المسلم عن غيره، لان الشيطان بيستخدم الشمال. بتحسسك بنوع من البركة والالتزام بالسنة وبتاخد عليها حسنات بدون اي مجهود يعني. يلا بينا. سنة الاستغفار بعد كل صلاة.
عارف انك لو قلت استغفر الله بعد الصلاة 3 مرات بتاخد حسنات عليها؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام كان دايما يقولها اول ما يخلص صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من الزحف. ايه الفايدة؟ حتى لو كان عندك ذنوب كبيرة ربنا بيغفرها. بتحسسك براحة نفسية طبعا غريبة بعد كل صلاة، بتخليك دايما على طهارة روحية وبتحميك من الغفلة. وبس كده يا مسلم. طيب دي كانت السنن، وما تنسوش الله لا يجرب. الله لا يجرب يعني لو بتعملها علشان تقول انا عشان احس يعني بكده او هجرب الموضوع، فخد بالك لا، ما تاخدهاش بالنية ديت. الله بيحب المخلصين في العبادة، ان انت على كل حال بتعبد ربنا، على كويس على وحش على اي حال، اي حال بتعبد ربنا، وده المخلصين. وده اللي بالمناسبة اللي الشيطان قال لربنا في القرآن: أنها هغوي لك عبادك كلهم إلا عبادك منهم المخلصين. فمش هيقدر، لأن دول مش هيقدر إن هو يغويهم. فطبعا وربنا بيحب العباد المخلصين، العبد المخلص. إنك في كل إن متضايق تعبان زهقان مشغول فرحان سعيد، في كل وقت في كل حال بيمر بيك انت بتعبد ربنا وبتذكر ربنا. فربنا بيحب العبد المخلص. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من الصادقين يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير وانك ذو الفضل العظيم. دي كانت نهاية الفيديو، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي يا احسن طلاب في الدنيا واحسن مشاهدين في الدنيا. دمتم في رعاية الله. كان معكم حمدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.